قد يكون الأوان قد فات، لكن التمسك بآمال تشكلت على هيئة عنق زجاجة أسلوب الفرق الكبيرة كالهلال طبعا. ذاك هو الشعار الذي تمسك به الزعيم في مباراة اليوم. الهلال والأنصار، لقاء ابتدى هلاليا ضاغطا ومستحوذا لا يدع الفرصة للزوار من المدينة، والزعيم أكد على أهمية إرضاء المدرج الأزرق الذي وصل لمدرجاته بأساليب إلكترونية ولأول مرة في العاصمة. شوط أزرق بمعنى الكلمة، والدقيقة 37 تشهد ترجمة السيطرة الهلالية من خلال رسالة عرضية أتت من سلمان الفرج نحو سفير كوريا لدى الهلال بيونغ سو، والذي ارتقى عاليا ورماها نحو الزاوية لتشهد تلك الدقيقة هدفا أول للزعيم، وشوط ينتهي بنفس السيطرة وبرضا المنافس الأنصار. الشوط الثاني دقيقتين فقط والأنصار يفرح الأنصار، ويعود عبد الرحمن أنس بهدف التعديل ليعود أيضا بالنتيجة لنقطة البداية. الهلال يستنفر والهلال يذبح. نعم إنه سعد، قدم تخترق مدافعين ترمي بالكرة نحو زاوية لا يعرف إحداثياتها إلا الهدافين، والهلال يعود كما كان متقدما. الزعيم ما زال يستنفر. نعم هدف الأنصار صنع الاحتفال، وولي يتمسك بكرته كما لو كان يمسكها بيده ويسكنها الشباك. هدف لا نعلم، حكم هناك يرفع الراية وحكم هنا يلغي. لا الحكم يتراجع ويؤكد على نتيجة 3-1. والهلال أيضا ما زال مستنفرا. نعم رأسية الكوري بيونغ سو تؤكد ذلك، وترفع من عدد أرقام الأهداف الزرقاء إلى 4 ثواني، أي أن الزعيم لم يكمل فرحته بذاك الرقم الرابع، ليأتي الفرج بماركة الكتالوني ميسي يتجاوز ثم يتجاوز ثم يسجل الرقم 5 يحضر بكل المتعة، والهلال لا يشبع. ويلي يعود مرة أخرى يضع الهدف السادس ويؤكد أن الاحتفال لم ينتهي بعد، وقسوة الزعيم هي بالفعل عنوان اللقاء. النتيجة 6 أهداف لهدف، والهلال يزيد من الرصيد النقطي ليصل إلى 50، ويبقى الأنصار بنقاطه 7 الحزينة. شكرا زين، يوم استمتعت فيه الجماهير بلقاءات امتلأت بالمتعة والإثارة، نتمنى أن تكون هي العادة. لبرنامج الهدف، إبراهيم المديش.